بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لايك بقى وشير وسبسكرايب لأكل في مطبخي. النهارده بقى معانا الكبسة السعودي، أكلة الحلة الواحدة. أكلة سهلة وبسيطة، مش بتاخد معانا وقت خالص. في حلة واحدة كله. جربيها وان شاء الله هتعجبك. في حلة بقى على النار هنسخنها ونحط فيها معلقتين زيت كده، وهننزل ببصلة مفرومة ناعم. هنشوحها كده حلو، تقلبي فيها لحد ما تبدأ تاخد لون معاكي. تفضلي تقلبي لحد ما تدبل كده وتاخد لون. أكلة سهلة وبسيطة، مش بتاخد معانا مواعين كتير. هي حلة لو مستعجلة او كده مش بتاخد معاكي وقت خالص. هبدأ بقى احط التوابل بتاعتي. حطيت لومي، عودين قرفة خشب، وورق لورا، وفص حبهان. فصين حبهان بتعمليهم كده، بتفتحيهم ومستكة. وهنزل باللحمة بتاعتي بقى اشوحها مع البصل. حوالي نص كيلو لحمة اهو. تقلبي لحد ما ياخد معاكي لون. طبعا بتشمي ريحة التوابل في الوقت ده. وحطينا نص معلقة فلفل اسمر. نشوح حلو بقى، وتشمي الريحة بقى في الوقت ده، ريحة التوابل مع اللحمة مع البصل، ريحة فظيعة. هننزل بقى بمية مغلية بعد ما خدت اللون اهي. بصوا انا حطيت طماطمية فاتحاها يعني من فوق كده 4 بسيط كده، بس مش فاتحاها للاخر. اول ما بتبدأ معايا المية بتغلي وبتسخن، بعد كده بعد شوية بلاقي الطماطمية القشرة ايه بشيلها من عليها بسهولة، وبسيبها بقى هي بتدوب في المية معاكي في الشوربة، مش بيبقى لها اي اثر يعني. اهو زودت تاني اللحمة بعد شوية، محس اني عايزة مية سخنة. زودتها. هسيبها برضو تغلي لحد ما احس ان هي قربت تسيب معايا. هكون غاسله بقى نص كيلو رز ونقعاهم، وهنزل بيه اول ما حسيت ان اللحمه خلاص طابت معايا. وبظبط بقى الميه بتاعتي واحط لها كده. انا حطيت لها فلفل اسمر والتوابل الجافه معايا. هحط بقى الملح وهحط بقيه التوابل. معانا بقى كركم وكاري وبهارات كبسه، وكل حاجه ربع معلقه كده صغيرة. وهنزل بقى بالملح بتاعي وهظبط المية. الملح بظبطه، وبتدوقي برضو الشوربة بتاعتك لو حسيت ان هي عايزة ايه ملح. هي خدت معايا نص معلقة وطلعت متظبطة معايا. هظبط بقى المية، لو عوزتي تحطي مية مغلية عليه، ما عوزتيش تمام يعني. هو طبعا الرز البسمتي بياخد لكل كوباية كوبايتين، بس انتي يعني ايه من نظرة كده هتعرفي يعني ايه. تحسي ان هو الرز عليه المية كتير، وتسيبيه متعري لحد ما يعمل كده معاكي اهو، بيعمل فتحات. وبعد كده بوطي وبسيبه مع بعض اهو، ما شاء الله اهي. اللحمه مع الرز كده واخدين من طعم بعض، طعمها جميل. ما خدتش وقت معايا، واللحمه هي دايبه خالص. ما شاء الله، جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وقولي رايكم في التعليقات. ياريت بقى مش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني قوي. مع السلامه.